البعض والعياذ بالله هذه الأيام إذا صار له حادث لا سمح الله ولا شيء، يعني الساعة يشي ينزل يشي يحتفل، يشي يقوم يحتفل من الحادث، يشي يقوم يحتفل يعمل حفلة صار لي حادث، الحمد لله صار لي حادث، يا رزقين يا أكلين يا شربين يا مصاريفي ومصاريف بيتي والمرافقين والماء والكهرباء والمواصلات، ليش؟ قل الحمد لله سلمك الله وعافاك، الحمد لله على السلامة. والله تعالى يكبر بخاطرك، لان جبر بخاطر الرجال اللي صار له يعني صار له مصيبه من فوق راسه، صار له حي من فوق راسه. يعني لا يعلم الله بحاله ايش اللي عمله هذا بالغلط، عمل شيء المهم سواء قد اسمه حادث، حادث سير. كل واحد لازم يوعي الاخر ويذكرهم بهذا الشيء، والله العظيم انه حرام، انه اكثر الناس واغلب الناس يستغلوها فرصه ويلا. وعده حالات قد شفت والله عده حالات يقول عندنا مثلا ونشوف حالتهم الذي هو متساهل يتعجل شفاؤه، والله بقدره الله وقوه الله انه يتعجل شفاؤه باسرع وقت. والذي هو يعني هاتوا هاتوا واعمل وده زيد انه يتاخر، حتى لو تعافي انه ينتكس سبحان الله باي شيء وهذا، ورجع حتى بعد ما التنازل، بعدين يفعل التنازل ينتكس هكذا من الله. بس بعد ما غلب الرجال، ثم بقى تعمل تنازل بعد ما غلبت الرجال وتحسوا خلاص انه قاسى لك، لا، الله تعالى يعني لا يغفر عن هذا الشيء، والراحمون يرحمهم الله، وعامل الله تعالى يأتي باللطف على قدر نيتك.